السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده نعمل سمك. تمام. انا جوزي ملوش في المقلي قوي، فهو بيحب سمك الصينية، فانا قلت اعمل له سمكة كده صينية واعمل الباقي مقلي، لان احنا بنحب المقلي. فده منظر الصينية. تعالوا نشوف انا عملت بقى ايه واحدة واحدة كده عشان تقدروا التعب اللي احنا بنبقى فيه و... واللي بيقعدوا ياكلوا على الجهاز يقدروا برضو التعب اللي احنا فيه. تمام، زي ما انتم شايفين كده يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. صلوا على النبي في التعليقات واذكروا الله. عايزة كلمة حلوة لأم ندى، تشجيع لأم ندى، وعايزة ربنا يكرمنا إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. طبعا منضفة السمك، بسم الله ما شاء الله. انتم شايفين السمك يعني بصراحة أبيض قشطة. أنا ما برتاحش في السمكة إلا لما يكون لحمتها بيضة وقلبها أبيض وزي الفل. بجيب التوم وبحط عليه التوابل بقى وكزبرة. الكزبرة بتعلي تست السمك قوي، تمام، بتخلي طعمه حلو قوي. قطعت قرن فلفل كده وحطيته، وحطيت الملح ودقيت التوم، ماشي. وبمسك السمك اقطعه اشرحه علشان ايه؟ اتبله. تمام. ولازم يقعد في التتبيله دي ساعه. ليه بقى؟ عشان تلاقوه من جوه ومن بره طعمه واحد، وتلاقوه طعمه حلو كده. العجينه بتاعت حشوه السمك دي بقى يا جماعه، والله ريحتها حلوه قوي. ليه؟ عشان مدقوق. الناس اللي بتضرب التوم في الكبه وتحشي التومه السمك بالتوم اللي هو المضروب في الكبه، ما بيبقاش له نفس. جربوها كده، جربوا بقى تدوق التوم وتحشوا السمك بالتوم المدقوق. سبحان الله. ده يعني اهو ده مفروم وده مدقوق، بس ده في حته تانية وطعمه حلو قوي وريحته حلوه قوي. تمام. فانتوا زي ما عصرت ليمونتين، 3 ليمونات. وبمسك بقى ايه؟ شايفين السمك قلبه ابيض؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله. بسم الله ما شاء الله، تحفه بجد. انتوا عارفين انا اصلا انا لسه متغديين ومن كتر الاكل حاسه ان انا خلاص دماغي تقلت عايزه انام. فانا لازم انزل لكم الفيديو ده غدا النهارده اصلا يا جماعه. تمام. فصلوا على النبي واذكروا الله في التعليقات وادعوا لي كده ربنا يصلح حالنا وحالكم جميعا يا رب. ربنا يفرح قلوبنا بولادنا يا رب. بمسك السمك زي ما انتم شايفين كده اشرحه عشان التتبيله تبقى من جوه ومن بره، يعني لحمته جوه تبقى طعمها زي طعمه بره. تمام. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. بحشيه بقى زي ما انتم شايفين كده، واحشي الفتحات ديت ادخل فيها التتبيله جوه. ليه؟ عشان اللحم كده يشبع من التتبيله دي، بيبقى طعم السمكه حلوه. ما بيبقاش دي، انا ما بحبش لحمه السمكه دلعه، ما بحبهاش. بحبها ايه؟ تبقى واخده من التتبيله كده ومن الملح كده ويبقى طعمها حلو. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله. عذرا لشريمب زون ولا شريمب زوم ولا هاني فود، ها مش لازم نيجي ناكل صينيه سمك عندك ب2000 وب2000 ونص والكلام ده. الست الشاطره تعملها في البيت. يعني الاكله دي كلها على بعضها متكلفه، قولوا 250 جنيه، قولوا 300 جنيه. تمام. الست الشاطرة اللي تدبر وتاكل وتأكل بيتها وولادها اللي نفسهم فيه، من غير ما تكلف ومن غير ما تبص اللي يعيشوا بره. تمام. لان انا والله سبحان الله العظيم، اما بقى قاعده اتفرج على الفيديوهات كده واتفرج على الناس ديت اقول إيه؟ هو في ناس كده؟ في ناس كده. الناس اللي مش عارفه قيمه الحياه، اللي مش عارفه تعيش كده، نعيش عيشه اهالينا، نعمل الحاجه بايدينا وناكلها بايدينا. والله لو عملتوا الحاجه بايديكم لا تشبعوا يا جماعه. انا سبت السمك يتبل اهو يا جماعه، وقلت اشوي البتنجان. شويت البتنجان على البوتاجاز. تمام. وقلت اجهز الصينيه بقى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله. الصينيه عباره عن بطاطسايه، جزرايه، بصلتين، قرن فلفل. تمام. شويه توم مدقويين، والتوابل وطماطمايه. تمام. وبتحطوا بقى التتبيله دي وتحطوا عليها التوابل، وتروحوا جايين ايه؟ مقلبينها كده، وحاطين السمكه على الوش، وحاطين معلقه زيت وسيبوها في الفرن. هتشموا ريحه خياليه بامانه. يعني الخلطه اللي تحت دي حلاوتها من حلاوه السمك كلها كده على بعضها حلو. تمام. يا حلاوتك يا منى. بصراحه بسم الله ما شاء الله، الاكل النهارده كان تمام التمام. الواحد ياكل كوبايه الشاي وينام، بس لازم النهارده ايه؟ اتاني مصحصحة عشان نظبط الدنيا وراء الشقة وكده يعني. فزي ما انتم شايفين يا جماعة، صينية السمك اهيت سهلة جدا. الناس اللي ما بتاكلش السمك المقلي ممكن تعمل السمك صينية بالطريقة دي كده،
وجنبها شويه الرز. رز اللي هو بالبصل. هتشوفوا الرز اللي انا بعمله بتاع السمك هو ممكن يكون مختلف شويه. يعني في تركية كده ان انا بحرق البصلة وبحط معلقة كركم علشان بجد بصراحة، وبسيب المية تغلي. بيبقى طعمه حلو قوي. زي ما انتم شايفين كده السمكة السمكة ظبطتها وخلصتها، عصرت عليها ليمونة ورحت حطها في قلب الفرن. استوت بقى وكانت جميلة، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. وبقعت الزيت ودخلتها في الفرن يا جماعة. وجبت بقى الدقيق علشان اتبل الدقيق، معلقة نشا على الدقيق بتاع السمك. ليه؟ عشان يبقى مقرمش، عشان تقبل الجلدة بتاعته من بره كده مخروشة، تحسوا بطعم، تتمزقوا بطعم السمك. تمام. لكل البنات اللي بتعمل السمك، ما تعمليه، حطي معلقة النشا دي ضرورية قوي، هتخليكي تاكلي سمك مقرمش، مش جلدة طرية كده تحس ان هو لا، مقرمش من بره وجوسي من جوه. دي حلاوة السمك، اللي هي معلقة النشا اللي في الدقيق بره. تمام. زي ما انتم شايفين يا جماعة، يعني أنا بعد ما بتبل الدقيق السمك في الدقيق كده، برجع اروده تاني في الدقيق، يعني مش كده وبس، لا، بسيبه شوية يرتاح يشبع من الدقيق بتاعه، وبعدين احطه في الدقيق تاني قبل ما اقليه على طول. تمام. بضرب بقى البصلة دي بتاع الرز، اللي هتشوفوا الرز انا بعمله ازاي. والله بصراحة اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله، الاكل كله كان حلو قوي. جربوه وهتدعوا لي. وما خدش وقت، يعني عارفين بالظبط ما كملت الساعة والاكل ده كان خلصان. تمام. ولا نجيب اكل من بره، ولا نجيب سمك من بره، اعملي ببيتك. بره ده يبقى حالة استثنائية، لما يكون بقى الظروف في مشوار، راح عند دكتور، في ظروف معينة. لكن الست البيت، طالما انت قاعدة في بيتك، اعملي كل ما هو بيجاب من بره، هتعرفي تعملي كل حاجة. تمام. البصلة بسيبها لحد ما تحمر، مش تحمر، تتحرق. لازم تاخد اللون بتاع الغمقان بتاع الحرق كده، لكن ما بتبقاش محروقة. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، بصوا شكلها عامل ازاي. خلي بالكم من الشكل ده. وبرجع حاطه بقى الميه عليها، وبسيب الميه تغلي، وبحط معلقه كركم. تمام. وبحط شعر الكمون، شويه ملح. وده هو ده الرز، ده الرز بقى بتاع السمك. بصراحه رايح في حته تانية وتالتة ورابعه، مش عارفه اقول لكم رايح لحد فين تاني. تمام. جربوه وهتدعوا لي. صلوا على النبي يا جماعه في التعليقات، واذكروا الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله ما شاء الله، الاكل الاكل كيف، مش عارفه اقول لكم ايه. بس هي اكله حلوه خفيفه. تمام. ما خدتش وقت، ما خدتش مجهود. تمام. طول ما انت مرتبه افكارك ومرتبه مطبخك، وعارفه دي انت فيه حطاها فين ودي حطاها فين، هتعرفي تنجزي وتعملي الاكل بتاعك بسرعه. تمام. او زي ما انتم شايفين السمك اهوت شبع من الدقيق بتاعه، رحت حطاه في الدقيق التاني. الحركه دي بقى هي اللي بتخليه مقرمش قوي، يعني قرمشته حلوه كده، تحسوا ان انتوا بتقرقشوا حاجه كده. تمام. انا بحبه كده، وبيبقى لحمته طريه من جوه، بسم الله ما شاء الله. يعني السمك، وما بعليش النار عليه قوي، لا، بسيبه مع يعني ايه، ياخد ويدي مع، عشان بحب السمك مستوي قوي من جوه. تمام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ادعوا لي دعوة حلوة بالله عليكم، اللي يخش في التعليقات يدعي لي بصلاح الحال، يقولوا ربنا يصلح حالك يا ام ندى، ويفرح قلبك بولادك. ربنا يفرح قلوبكم يا رب بحبايبكم يا رب، ويسعدكم دنيا واخرة. امين يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين السمك يا جماعة. وطول ما انا بعمل في الاكل، لا، ايدي في حاجة تانية، اغسل مواعين، اعمل. البنات اللي واقفة في المطبخ، اللي بتتعلم لسه، ما تقفيش عند حاجة، يعني ما تقفيش تقلي السمك تقعدي جنبه، لا، هدي النار، وايديكي في الحوض، ايديكي في بتعملي الرز، بتسوي حاجة، بتعملي حاجة كده، هتلاقي وقتك ما بتاخديش وقت في تجهيز الاكل، وهتحسي ان الاكل سهل بالنسبة لك. ماشي، مش هياخد منك وقت ولا مجهود ولا هيتعبك ولا اي حاجة. تمام. زي ما انتم شايفين بطلعه على مناديل علشان خاطر ان هو ما يبقاش فيه زيت. تمام. واللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، شوفوا السمكه انا جايه، مش لا مستويه. اللهم صل على النبي، بجد سواه حلو قوي. تمام. جربوه بألف هنا يا رب، وربنا يديكم الصحة ويبارك لكم يا رب، ويسعدكم امين يا رب العالمين. وزي ما انتم شايفين كده، اهم حاجة، اهم من الشغل تظبيط الشغل. المنظر، العين بتاكل قبل الفم احيانا. تمام. مش احيانا، ده غالبا يعني. تمام. زي ما انتم شايفين كده، بعصر تريكات الليمون في الاخر دي،
بتخلي السمك حلو قوي، بتخليش فيه ريحه زفاره. انا خلصت، ما فيش زفاره خالص في قلب المطبخ ولا اي حاجه. ليه؟ لان الليمون اللي انا بدعك بيه بعصره على اي حاجه، بسيب القشر بره، ادعك بيه الحوض، ادعك بيه الرخامه، عشان ما يبقاش فيه ريحه زفاره ورايا. تمام. زي ما انتم شايفين، ودي صينيه السمك طلعت اهي، بسم الله ما شاء الله. والرز انتوا شايفين الدرجه بتاعت الرز عامله ازاي؟ يعني بصراحة تحفة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. وبألف هنا اللي ياكل وجربوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.